جدا. والانطلاقه ثاني هوبا، واثناء العاده مش ممكن يا مخرج، حرام عليك ايها المخرج، اثناء العاده يتالق شيكابالا ويضع البطاقه الثانيه لنادي الزمالك في هذا اللقاء. تشتعل المباراه اكثر واكثر، تزداد المباراه سخونه اكثر واكثر. هذا هو بقاء النجم الاسمر شيكابالا مع نجمه الكبير وعميد لاعب الكره المصريه السابق حسام حسن في لحظه كبيره، لحظه انتصار عظيمه للقلعه البيضاء في هذا الحوار. والله ما امتع اللقاء، رغم ان انا بقول دائما ان المباراه مقبوله فنيا، مقبوله تكتيكيا، ولكنها ممتعه في الاحداث، رائعه في الاحداث. شكرا لك ايها الشيكا. يضع ده طبعا ده لفظ جمهور الزمالك، هذا على لسان جمهور الزمالك. ادي الاعاده قدامنا، ادي الاعاده قدامنا، تمريره جميله 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 ويركنها رائعه في مرمى احمد فوزي. شيكابالا يضع البطاقه الثانيه ويثبت بالفعل انه جوهره سمراء في صفوف القلعه البيضاء. 2 الزمالك 1 بتروجيت. مباراه حلوه. الدقيقه 19 تشهد الهدف الثاني لنادي. يلعب اماميه شيكابالا، يا سلام على اللمسه في اول انطلاقه واول ظهور لاحمد غانم سلطان في الناحيه الهجوميه. ينطلق سلطان، ينطلق غانم سلطان، انفراده 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 انفراده، والهدف الثالث في المباراه. اول انطلاقه لاحمد غانم سلطان، اول ظهور لاحمد غانم سلطان في الناحيه الهجوميه. يا سلام عليك يا شيكابالا، والله لم اجاملك في هذا اللقاء. نجم من نجوم الشوط الثاني تقريبا، واحمد جعفر يتالق ويتجمل في هذا اللقاء ويضع الزمالك في الصوره بشكل كبير. جعفر هو القناص الجديد. يا سلام على شيكابالا، روعه احمد غانم سلطان، روعه في الختام لجعفر. يضع البطاقه الثالثه لنادي الزمالك في اللقاء والهدف السابع ليه مع نادي الزمالك. لا اليوم يوم نادي الزمالك، مفيش كلام. مباراه جميله ممتعه. احمد غانم يتالق ويتقدم وسط غفله وهيرس همسه من دفاع فريق بتروجيت، يتالق ويضع تمريره حراريه لاحمد جعفر اللي بيضع بها البطاقه الثالثه بدون صعوبه تماما 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 في مرمى خالي تماما من حارسه. يضع جعفر الهدف الثالث لنادي الزمالك اليوم. 3 الزمالك 1 فريق بتروجيت. يا سلام يا احمد جعفر، 7 اهداف حتى الان في الدوري، تواصل في فوز الزمالك. اقول لحضراتكم طفره جديده. حسام لو احرز بيه هدف هيتصدر الدوري، هو يتصدر قائمه الهدافين في الدوري. ركله جزاء لنادي بتروجيت بسبب لمسه يد على احمد مجدي كما راها الحكم توفيق السيد. وإيريك بيكوي ونفس الطريقه وبنفس السيناريو يضع بيكوي الهدف الثاني ليه النهارده والثاني لنادي بتروجيت. 2 بتروجيت 3 الزمالك في مباراه مثيره، مباراه مليئه بالاحداث، مباراه مليئه بالاحداث الساخنه والمثيره في احداث هذا اللقاء. علي سلام. إيريك بيكوي يضع طبعا هدف ثاني من ركله جزاء نتيجه للمسه يد على احمد. 3-2 خلاص، الوقت بدل الضايع انتهى. الناديين يمكن